فنانة جميلة شقية خطفت قلب ابن الرئيس السابق حسني مبارك، وقرر انه يتجوزها، لكن يا فرحة ما تم. كتير وقفوا قدام حبه ليها ومنعوه انه يتجوزها. بعدها الفنانة دي تعرضت لحادثة صعبة جدا دمرت كل جسمها. مين هي الفنانة دي وايه حصل لها بالظبط؟ وايه حقيقة علاقتها بعلاء مبارك؟ تعالوا معانا نقول لكم بالتفصيل القصة كلها. اعتماد خورشيد كشفت كتير من الأسرار عن الفنانين والفنانات والسياسيين، بحكم انها كانت ممثلة ومنتجة وكاتبة، وليها صداقات كتير بمعظم فنانات الجيل القديم. وكمان كانت زوجة رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق صلاح نصر. ومن ضمن القصص اللي كشفتها اعتماد خورشيد هي قصة الفنانة شريهان وعلاء مبارك ابن الرئيس السابق حسني مبارك، وقصة الحادثة اللي تعرضت لها بعد ما هو صمم على الجواز منها. اعتماد خورشيد حكت وقالت ان علاء مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك كان بيحب الفنانة شريهان جدا، وكان دايما بيتردد على اماكن التصوير اللي هي موجودة فيها، وكان بيعشقها لدرجة انه هدد انه هينهي حياته لو ما اتجوزهاش. وفعلا الموضوع دخل في الجد وكانوا خلاص هيتجوزوا، لولا ان سوزان مبارك اتدخلت وقررت انها تنهي الموضوع ده تماما وتبعده عنها. في كلام كتير ان الحادثه اللي تعرضت لها الفنانه شريهان السبب فيها قصه الحب بينها وبين علاء مبارك، وانها ما كانتش صدفه بالعكس، وكانت مدبره علشان شريهان تموت وعلاء ما يتجوزهاش. الحادثه اللي تعرضت لها شريهان كانت هتتسبب في انها تتصاب بشلل تام لولا انها عملت عمليات كتير، والموضوع عدى على خير. ولكن الغريب بعد الحادثه ان شريهان انكرت تماما ان في اي علاقه بينها وبين علاء مبارك وبعدت عنه تماما. واللي أكد القصة دي هو ظهور شريهان المفاجئ في ثورة 25 يناير ومشاركتها فيها، وكمان نزلت لميدان التحرير وهتفت ضد حكم مبارك. وفي قصة تانية خالص منتشرة، وهي إن شريهان كانت مع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح في شقته باسكندرية، ولما مراته عرفت بعتت لهم بلطجية ودخلوا اقتحموا الشقة واعتدوا عليها بالضرب ورموها من البلكونة، فاتصابت بكسور كتيرة جدا. وان حسام ابو الفتوح اتصل بمحطة خدمة BMW في طريق مصر اسكندرية الصحراوي علشان يبعتوا له عربية مرسيدس مخبوطة وحطوها فيها وسابوها بطريق مصر اسكندرية الصحراوي. ورغم ان شريهان قالت في التحقيقات ان ابو الفتوح كان معاها فعلا، رجعت تاني وانكرت كل اللي قالته، وقالت انها كانت في اسكندرية ولما الحادثة حصلت استدعى سكرتيرها ابو الفتوح بحكم الصداقة بينهم. شريهان فضلت سنين بعيدة عن الفن والظهور في الشاشة علشان تتعالج، لحد ما ظهرت في اعلان لشركة فودافون، ووقتها انتشر تسريب صوتي للفنانة شريهان وهي بتقول انا عايزة اتكلم على الانسان مبارك وسوزان مبارك وهايدي، تقصد زوجة جمال مبارك اللي كانوا بيسألوا عني. وقالت كمان انا بقول ده وده هو الحق، وزوجة علاء مبارك ما بطلتش دعاء علشان ربنا يشفيني. والتسجيل ده كان منتشر على السوشيال ميديا ومرفق بتعليق، وهو الحادث ما كانش في البلكونة، ومش عيب انك تسمع القصص والحواديت، لكن العيب انك تصدقها وترددها.